ليه دايما الصوت اللي جوه دماغك هو أكتر صوت بيقسى عليكي؟ ليه لما بتغلطي غلطة بسيطة بتقعدي تقولي لنفسك أنا فاشلة، أنا مستاهلش، ربنا مش هيسامحني؟ تأنيب الضمير ده ممكن يكون بوصلة ترجعك للصح، وممكن يكون صوت بيجلد روحك لحد ما تتهد. النهاردة في خلوة مع الله هنعرف الفرق بين الضمير الحي وبين جلد الذات اللي بياكل في صحتنا النفسية، وهنتعلم إزاي القرآن علمنا نرحم نفسنا. خلوني أحكي لكم الأول عن هبة. هبة كل ما تعمل حاجة تحس إنها مقصرة. لو ولادها تعبوا تقول أنا السبب، لو صلاتها فاتتها مرة تقول ربنا غضبان عليا. هبة عايشة في محكمة طول اليوم، وهي القاضي وهي المتهم. إحنا بنسمي ده الناقد الداخلي السام. الصوت ده مش بيصلح الغلط، هو بس بيحسسك بالعجز. والجهاز العصبي لما بيتحط تحت ضغط الإحساس بالذنب المستمر بيبدأ يفرز هرمونات توتر بتخليكي دايما خايفة، قلقانة، ومش عارفة تستمتعي بأي لحظة حلوة. جلد الذات ده سجن، إحنا اللي بنبني قضبان لنفسنا. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بالرحمن الرحيم قبل ما يوصف نفسه بعزيز ذو انتقام. في القرآن ربنا كلم اللي أسرفوا على أنفسهم، يعني عملوا كبائر، وقال لهم لا تقنطوا. يبقى أنت ليه بتقنطي من رحمة ربنا بنفسك؟ ده كمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الدين الصح عايزك تتغيري، مش تتعذبي. الفرق بين الضمير اللي ربنا عايزه وبين جلد الذات إن الضمير بيخليكي تقومي تتوضي وتصلي ركعتين وتصلحي غلطك وتستغفري ربنا، لكن جلد الذات بيخليكي تقعدي تعيطي وتسيبي الصلاة وتحسي إنك مطرودة من رحمة الله، وده أكبر غلط في حق نفسك. ربنا خلقنا بشر بنغلط عشان نرجع له، مش عشان نكره نفسنا. طب عشان تخرجي من سجن جلد الذات تعملي إيه؟ محتاجين نطبق 3 حاجات. 1. افصلي بين الفعل والذات. قولي أنا عملت فعل غلط، لكن بلاش تقولي أنا إنسانة وحشة. 2. الاستغفار الواعي. الاستغفار مش بس تكفير ذنب، ده غسيل طاقة. استغفري بنية إنك بتبدأي صفحة جديدة مع ربنا، مش بنية إنك بتعاقبي نفسك. 3 وآخر حاجة، كلمي نفسك كأنك بتكلمي صاحبتك. لو صاحبتك غلطت هتقسي عليها كده؟ أكيد هتطبطبي عليها وتقولي لها معلش تتعوض. انتي أولى بالطبطبة دي من أي حد. دي كانت خلوتنا النهاردة. ارحمي نفسك عشان يرحمك من في السماء. لو كنتي بتقسي على نفسك اكتبيلي في الكومنتات اللهم طمن قلبي، وابدأي من اللحظة دي صفحة جديدة. وما تنسيش تشتركي في عيلة خلوة مع الله عشان نكمل رحلتنا سوا. في أمان الله.